زي ما انتوا شايفين كده ده تصميم الحمام. طبعا انا مصمم الحمام ده على الوضع اللي انتوا شايفينه ده كده، حاجة بسم الله ما شاء الله يعني ربنا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده معانا حمام هادي، دي التقسيمة بتاعته عبارة عن 4 غامق في ماتيته في ديكور في ماتيته في غامق زي ما انتوا شايفين كده. او اخر واحدة دي كنا عاملينها سليمة، بس عدلنا وجبنا متايت فصغرت فوق اللي ما كانش معمول حساب المتايت اللي هي دي. طبعا المطبخ بتاعه العميل طالب بلاطتين غامقين فوق، بس احنا ما بنرجحش غير ان هي تبقى بلاطه واحده بس. هو طالب بلاطتين غامقين فوق، ده التصميم بتاعه برضه. طبعا زي ما انتم شايفين كده معانا شغل اللكس خالص، حاجه هديه. هنوريكم شقه تانية نفس المكان برضه، ومعانا هنا البلكونه بالعمدان بتاعتها. طبعا العمدان دي يعني غنية عن التعريف، كلها سنان داخلة وخارجة، فبهدلتنا بصراحة. ومعانا عمود تاني هنا نفس الموضوع برضه هون. طبعا معانا شقة برضه تانية شطبونها بفضل الله من أعمالنا. طبعا ده بلاط 120 بس هو مش مكنوس، احنا سايبينه عشان ايه اللحمات ما تسودش. طبعا دول الغرف برضه 120. طبعا دول بلاطة عن نور باين، ده بلاطة عادي سيراميك عادي. معانا النهارده تصميم حلو اوي في الحمام ده، حاجة جديدة برضه. زي ما انتوا شايفين كده ده تصميم الحمام. طبعا انا مصمم الحمام ده على الوضع اللي انتوا شايفينه ده كده، حاجة بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يبارك لصاحب النصيب. طبعا التصميم ده رايق وهادي، وانصح بيه بالنسبة للناس اللي بتحب المتايت في الشغل. شكل المتايت بيفرق، يعني انت لو عايز تجيب متايت من دي الافضل تجيبها سادة زي دي كده، ما تجيبش المنقرشة وتحطهاش في المطبخ، هي في الحمام بس. نفس التصميم ده كده زي ما انت شايف كده. طبعا الهدوء حلو. معانا هنا برضو الجنب التاني اهو، معانا السقف بتاعه ابيض ساده خالص، العميل طالب كده اصلا. برضو معانا واحده طابلون في نص الجنب بالمتايد. هنوريكم المطبخ. طبعا ده المطبخ يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. هو حابب ان هو يجيب ديكور متكرر زي ما انتم شايفين كده، والمطبخ هادي قوي برضو نفس الحوار. هم حابين السقف ابيض مش عايزين اي حاجه فيه عشان لو بيت وزن. وطبعا البيضه دي ستايل جديد زي ما انتم شايفينها كده. نوريكم برضو البلكونه تاني، فيها برضو نفس العمود. العمود ده صعب جدا يا جماعه، ما تبصوش ان هو سالك. زي ما انتم شايفين كده ده العمود اهون. العمود ده صعب جدا في تركيبه، بس الحمد لله قدرنا ان احنا ننفذه. ودي بلكونه برضو متبلطه. طبعا السور ده يبقى رخام، وهنا من الناحيه التانيه، وهنا عمود من الناحيه التانيه. هنوريكم الواجهه من تحت، ده بيت على بعضه. هنوريكم الواجهه من تحت. الشغل طبعا متشطب من زمان طرب، واحنا مش عايزين ان احنا نكنسه عشان خاطر ما يسودش. لسه بقى يتكنس وتفرش كرتون، والعميل يغطيه بالكرتون والنقاش يشتغل. خليكم معانا. طبعا زي ما انتم شايفين كده دي حته واجهه بسيطه كده مدخل البيت. طبعا هي معموله كده عن طريق البلاط بتاع البلكونات اللي فوق اللي هو ده. هنرجع بعيد ونوريه لكم. طبعا احنا مركبين فيها زيوي وشاطفين السوك وعاملين كل ما في النطاق، بس هي فيها يعني حاجات صعبه قوي لان متزخنقه. طبعا زي ما انتم شايفين التفاصيل كده. طبعا زي ما انتم شايفين ده منظر البيت معانا من بره. الواجهه الاولانيه زي ما انتم شايفين كده، ده الواجهه من تحت. احنا بنحاول ان احنا نجيبه لكم على قد ما نقدر. ده الشقق اللي احنا وريناها لكم من فوق. طبعا احنا اتربطنا بالبلاطه دي عشان هي دي البلاطه اللي موجوده فوق في البلكونات دي، فاتربطنا نعمل بيها المدخل زي ما انتم شايفين كده. لو لسه مكمل معايا هنا
لايك وما تنساش الاشتراك في القناة، ودمتم في رعاية الله.